عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. كما تشوفوا اليوم جيتكم بغسيت سهلة في ساعة تحضر. هي عصيدة الزوزة، راهي بنة ومنفعة ما نحكي لكمش، وما تتكلفش كما عصيدة البندق ولا البيستاش، ونأكد انها منفعة خاطر كما نعرفوا الأوميغا 3 موجودة في الزوزة. ماذا بينا نعملوها ناكلوها كما هي، نعملوها نحطوها في دي غوسيت باهية للصغار وللكبار. مانيش باش نطول عليكم اكثر، اما قبل ما نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه الاعداد. اللي اول مره يزور القناه يعمل اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد. كما تشوفوا هذه الزوزه او الجوزه اللي استعملتها فريش نتاع السنه، اما تنجموا تشريو. مانيش باش نعملوا كونتيتي كبيره، عملت 250 غرام. وزنتهم بعد ما قشرتهم بالطبيعه، حطيتهم حمرتهم، نحمروهم 5 دقائق على 150، مش اكثر. فيك تحمرها على 150. خرجتهم الفور توا سخان، هما مزيلو سخان باش نحط نرحي. يلزمنا نرحيو الفاكهه متاعنا ديما، هذه قاعده خذوها. نرحيو الفاكهه متاعنا اذا حشتنا بها بابات وفيها الزيت للزرير للعصايد يلزم تكون سخونه. نرحيو الفاكهه وهي سخونه، على خاطر كي تبدا الفاكهه سخونه تساعدنا في الرحيان وتقر زيتها في ساعه. باش نخليوها تبرد تاخذ وقت في الرحيان وما تعملكش الزيت ديك ديما بات شايحه، مش تكستور اللي نحبوها احنا. كما تشوفوا باش نحاول نوريكم لي زيتاب الكل حتى نتاع الرحيان باش تشوفوا كيفاش بديت من الفاكهه حتى وصلت بات. وبالطبيعه نساعدوا لي ماشين نتاعنا الروبو ولا المولان نتاعنا نساعدوها باش ما تتحرقش. نرحيو ونربحوها اي سورتو كي تبدا صغيره كيما اللي نرحي بها توا. وهذه التكستور اللي حاجتي بها كما تشوفوا، ريتوها بات ليس، على خاطر ما نجموش نعملوا العصايد والا الزير نتاعنا فاكهه تبدا بودغ. يلزم تكون التكستور هذيك تكون مزيته او باش نحطها في الصحفه وباش تشوفوها كيف. هذه النتيجه اللي حاجتي بها. توا باش نكمل الكونتيتي اللي نرحاها الكل، مانيش باش نطول عليكم الفيديو. باش نكمل نرحي الكونتيتي الكل اللي هي 250 غرام جوزة. كملت رحيتها الكل كما تشوفوا. كان ما نعرفش كان تراو الاضاءه كافيه انكم باش تشوفوا الزيت كيفاش من فوق. هكا تكون العصيده نتاعنا بقدره الله ناجحه. ومانيش باش نصفيه على خاطر اي حاجه فيها راهو الزوزه والبفريوه والبيستاش ما يتصفوش، مش كيما الزقوق. فما شكون يصفيهم يحبوهم ليس على الاخر، ما انا نقول هذيك كلها منافع، يعني دو بريفيرونس نخليوها. نجيو للمقادير الكل توا. كما قلنا خدينا 250 غرام زوزة، عليهم نصهم 125 غرام فرينة، عليهم بانسيسيل. السكر حسب الرغبة، انا ما نحطش لي كونسونطري حليب مركز، ما نحطش، نخير انه نخلي مطعم الزوزة. شو عملت؟ حليت الفرينة في الماء، والماء خذيت 750 مليلتر. اما سا ديبون انت والفارين اللي عندك، يعني تنجم تكون ايترا كما تنجم تكون اقل شوي، بين 750 وايترا. حطهم بحذاك، صب من اللول 750 ومن بعد شوف كاين الفرينة عاقدة تزيد. كما تشوفوا باش نحط نطيب الفرينة والماء بانسيسيل، ونخلي الفرينة متاعي تطيب مليح 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 مليح، خاطر هي الفرين اللي يلزمها تطيب. الفاكهه متاعنا ديجا محمره وما حشناش لنا باش نطيبوها برشا الفاكهه. هذه قاعده عملوا بها العصايد الكل، ابار الزقوق وحاجه اخرى. كما تشوفوا الفرينة عقدت، انديرينا عفاسيدة عربي طونسية متاعنا بالفرينة. عصتها مليح 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 مليح، هي ولات تبقبق كما تشوفوا. وانا زدت الزوزة لينوا الباتن متاع الزوزة متاعنا، وتوا نزيد نعصدها. او كبدلت نحيت الفواي، خاطر انا ديما نقول لكم فما شكون يستعمل الفواي من الاول للاخر. بالنسبه لي انا العصيده يلزمك تعمل لها ضربه بالمدلك والا بسباتول صحيحه كيما النكاكه باش من بعد تعطينا لقه في العصيده متاعنا وتجي تتعلق.
وانا راهم دي زاستيوس هذوما ديما ناكد عليهم ونقولهم كي ترجعوا لي فيديو نتاع سيدة الزقوق تلقاوني نفس الكلام قلته، خاطر بالنسبه لي انا قاعده ذيك ونبدل. كيما تشوفوا نعست العصيده نتاعي مليح 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 مليح، كيما تراو التكستور نتاعها عاقده، يعني الفارين اللي عندي تشرب بالكدا. زدتها 150، يعني حطيت من الاول 750 وزدتهم 150. اون تو استعملت 900 مليلتر ماء، نجم تقسمهم حليب وماء. انا خيرت اني نعمل ماء بركه باش نخلي القوم تاع الزوزه واللون ما نحبوش يتبدل برشا. هي هكا العصيده نتاعنا طايبه، خاطر احنا متاكدين انه الفرينه نتاعنا طابت من الاول ودلكناها مليح، اما على خاطرنا زدنا الماء توا باش نخليوها تغلي مره اخرى، نقعدوا نحركوا فيها نعصدوا فيها حتى لاني تغلي مره اخرى. كيما تشوفوا توا هي تغلي هكاكا، وقتها احنا في الوقت هذاك باش نصبوا السكر. انا اخترت اني نحط سكر بني، المتوفر عنده يحطه يكون خير، اولا صحي خير من السكر الابيض ويحافظنا على لون الزوزه ما يفتحهاش. واللي ما عندوش بالطبيعه يستعمل السكر، مش باش يغير راهو في المطعم حتى حاجه اخرى. ويقعد السكر ديما حسب الذوق، مانيش باش نعطيكم الكونتيتي نتاع السكر. حط بحذاك 200 غرام سكر، بين 150 و 200 غرام سكر، صب ل 150 من الاول ومن بعد ذوق وشوف اسكو يساعدك. لا بالنسبه لي انا ذقتها نلقاها ناقصه شويه، كملت البقيه. كما نعرفوا السكر يحل العصيده، يعني باش تولي ليكيد اكثر، على ذاك ما يلزمنيش نطفيو النار توا، بالعكس باش نقعدوا حتى هكيكا متاع 4 ساعه بعد ما نحطوا السكر واحنا نحركوا فيها وتغلي. نقصوا شويه صحيح في الغاز، اما نقعدوا ديما نعصتوها، مش يعني صبيت السكر هكا هاو صاي يحركوه ونهبطوه، لا، على خاطر من بعد تميز لك العصيده نتاعك. يبدا هكا كي تحطها في الثلاجه في الفريجيدير، باش تحطها في الثلاجه نتاعك من بعد باش تعمل شويه ماء، هذاك على خاطر انت ما كملتش طيبت العصيده كوم يلفو. تاكدت انها غليت مليح، باش نطفي الغاز ونخليها على الغاز. ما تخافوش لو فات انها غليت راي ما عادش باش تشد من اللوطه، يعني كي تخليها على الغاز وهو مطفي مش باش يصير لها حتى شيء، خاطرها ديجا طايبه. ريتوها وهي تغلي محطوطه على الغاز مطفي راه، اما هي ديجا كيكا تكمل تجيب ويتبخر الماء كله، باش حتى كي تقعد ان سيمين في الفريجيدير ما يصير لها حتى شيء. العصيده نتاعنا طابت، وهذه التكستور نتاعها يلزمها تكون ليكيده كيكا تتسب. راهو كين باش تحطوها عاقده برشا ومن بعد باش تولي حلقوم مش عصيده، ما يلزمها تكون ليكيد بالطريقه هذه باش حتى كي تبقى جمعه ما تتبدلش التكستور نتاعها وتكون هكا اونكتوز. وهكا العصيده نتاعنا حضرت. 250 غرام زوزه، حطوا لي 6 فيغين صغار بالكل وثلاثه كبار، يعني فيسا تعملهم نتاع نص ساعه تقعد تحضرها، حاجه للصغيرات، لفطور الصباح، للعشيه، غوتي، حاجه بنينه ومنفعه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تخليوا لي تعليقكم، ونستنى تطبيقاتكم زاده على جروب الفيسبوك لو موند دو باتنا زاده. واللي اول مره يزور القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد.